السلام عليكم ورحمة الله. مستعجلين وعايزين تعملوا أكل بسرعة جدًا، جدًا، تعالوا أقول لكم على وصفة حلوة أوي مُشبعة ومش هتاخد مننا أكتر من 10 دقايق. حطيت حلة على النار فيها مَيّة، أول ما المَيّة غليت حطيت فيها شوية ملح وشوية زيت وشوية من ورق اللورا، يعني ورقتين، وحطيت المكرونة، أي نوع مكرونة عايزين حطوه، فأنا عملت نُص كيس بس. خلّيتها تستوي وأنتم عارفين يعني المكرونة أكترية بتاخد 7 دقايق وتكون استوت. هنا حطيت طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت وحطيت فيها هنا سجق، طبعًا تعملوه بأي حاجة، أنا هاورّيكم باعملها بإيه تاني. حطيت شوية بصل وفلفل ألوان، اللي موجود عندكم ما توقّفوش نفسكم على حاجة، شوّحوا البصل مع الفلفل الألوان مع السجق بالشكل ده. حطيت شوية ملح وشوية فلفل أسود بس، لأن السجق هنا فيه البهارات، فمش هاحط أكتر من كده. أنا مرّة تانية باعملها كنت عاملاها بفراخ أهو، بس الفراخ بتحطّوا توابل فراخ، اعملوا بفراخ، بلحمة مفرومة، بسجق، بسوسيس، أي حاجة موجودة عندكم حطّوا، ما توقّفوش نفسكم على حاجة، يعني اللي موجود عندكم في التلاجة حطّوه. شِلت الحشوة دي على جنب في طبق، ونفس الطاسة حطيت فيها زبدة وحطيت فيها شوية دقيق، وهاقلّبهم كويس جدًا مع بعض بالشكل ده. وهنا هاحط عليها شوية من مَيّة سلق المكرونة. سلق المكرونة بتدّي للبشاميل قوام حلو أوي، أوي، أوي. هنا حطيت كوباية كبيرة من الحليب، وطبعًا لسه هازوّد شوية مَيّة المكرونة. هاقلّبهم كويس جدًا عشان ما تبقاش مكلكعة، وأبتدي أحط مَيّة المكرونة أخفّف، يعني هاشوف أنا محتاجة قد إيه. طبعًا مَيّة المكرونة بتبقى منسّمة بالملح والورق اللورا، بيبقى طعمها حلو أوي، أوي، أوي. بعد ما قلّبته كويس جدًا بالشكل ده، هاحط ملح وفلفل أسود وشوية جوزة الطيب. طبعًا عايزين تنسّموه بأي حاجة براحتكم، عايزين تحطّوا زعتر، عايزين تحطّوا أي حاجة، فأنا نسّمته بجوزة الطيب. بس كده البشاميل بتاعنا كان جاهز والمكرونة استوت وصفّيتها من المَيّة اللي فيها. خلاص هنا قلّبت البشاميل أهو عندي جِهِز. هاحط هنا شوية جبنة موتزاريلا، على فكرة أنا مرّة عملتها بالجبنة قريش كانت تحفة، مرّة عملتها بجبنة مخيط كانت حلوة أوي. أنا الأكلة دي لمّا أكون برّه وجاية متأخّر ومستعجلة جدًا، باروح عاملة الأكلة دي، بتشبّع وطعمها حلو أوي، 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 وما بتاخدش معايا مواعين كتير ولا وقفة كتير في المطبخ، يعني هي 10 دقايق والأكل يكون جاهز. بعد ما خلاص البشاميل عندي جِهِز، حطيت عليه الحشوة اللي أنا عملتها، وحطيت المكرونة بعد ما صفيتها من المَيّة، باقلّبها تقليبتين بالشكل ده، وكده الأكلة بتاعتنا جاهزة، نقدّمها بألف هنا وشفا. بُصّوا القوام بتاعها حلو أوي، طبعًا القوام ده أنتم اللي بتتحكموا فيه، عايزينها تقيلة تخلّوها شوية تقيلة، عايزينها خفيفة تزوّدوا شوية من اللبن أو شوية من مَيّة المكرونة. وكده المكرونة بتاعتي جهزت، نقدّمها بألف هنا وشفا. دي وجبة أو الوصفة الإنقاذ.